السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي. نعمل العصير قبل ما نخش على الطبيخ. نعمل عصير، بحط التمر على كركديه. انا بلة الكركديه من حوالي 4 ساعات. بلاه في كوبايتين ميه سخنين، وبضربه مع التمر مع حبة سكر، وبضربه في الخلاط وبصفيه. بضربه فضيته في الخلاط التمر مع الكركديه مع حبة سكر، وبضربه ضرب جامد في الخلاط. وبرجع تاني اصفيه. مركز وحلو زي الفل. الكركديه هو اللي مكركر، يعني انا عامله الكركديه مع التمر او بالمصفى وبصفيه بقى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بالمعلقه دنك وراه كده لغايه ما يصفى منه العصير كله. وتجيبي عليه برضو شويه ميه عشان هو مركز، يعني انا مش ضايفه له ميه غير هي اللي ده. بعد ما صفيته انضف واحسن من بتاع الشارع. ما نعرفش بتاع الشارع معمول بميه ايه، ولا معمول كذا مره، ولا ايه يعني. كنا الحاجه في البيت نضيفه وبرمي كميه، يعني ب10 جنيه تمر على 5 جنيه كركديه وبتعمل. وهنا بقى قلت نعمل عصير جوافه باللبن اللي احنا كنا مفرزينها برضو مع بعض. الجوافه اللي كنا مفرزينها. احط لها سكر بس مش بكتر سكر، عشان مش عشان السكر غالي، لا. يعني هنا احنا ما بنحب في العصير السكر قليل. نضربه برضو في الخلاط. ديت الجوافه اللي كنا مفرزينها برضو قبل رمضان. تفرميها حلو في الخلاط. مش هن... مش هنعرف نحط تاني. ايدك ياسمين. اهي تضربيها برضو في الخلاط ونرجع نصفيها عشان البذر. عشان القولون، والبذر غلط على القولون وكده يعني مش هيبقى لطيف في العصير البذر. انا بصفيه. اعرفش بقى في ناس تاني بتصفيه ولا ايه، بس انا بصفيه بالمعلقه وبصفيه على طول. واتمنى كده تشتركوا في القناه يا حبايبي، وتدوسوا على الزر الاحمر عشان يوصلكوا كل جديد مني. وتدوسوا لايك كده، واعملوا لي لايكات والنبي الله يخليكم كده، وتشتركوا في القناه. وعامله قناه على التيك توك ماما اموله، خشوا اتفرجوا عليها وشوفوها. اتمنى كده تشتركوا معايا وكده، واكبر بيكم يا حبايبي. يلا وتساعدوني كده ونكبر كده ونبقى عيله حلوه كده وسعيده. انتوا اخواتي وحبايبي. الجوافه بقى بصفيها، بدن وراها لغايه ما اصفي فيها. عشان البذر غلط على القولون ومش بتبقى لطيفه، يعني في العصير ما تيجي الواحد بيشربها كده، يعني بتقف اكنها بتقف في الزور. دي جوافه باللبن ده يعني قمه الغذاء، لا العيل ولا الكبار. وبتبقى حلوه بتهبط بعد يعني الواحد ما بياكل كده بتهبط الاكل حتى. مش هتروحي تجيبي زبادو ولا اي حاجه لا اي حاجه للقولون. دي حلوه قوي. دنك وراها بالمعلقه، يعني الدنك تصفي فيها لغايه ما البذر. هاتي شويه ميه وحطي، ما تلاقيها تخينه كده هاتي لها شويه ميه عشان تنزل معاكي. بقى شفت البذر ولا بذره وقعت. انا رحت اجيب شويه ميه، هحط عليها شويه ميه عشان تنزل فيها. ايوه حطينا شويه ميه عشان البذر والمركز فيها ينزل كله. الجوافه خساره. التبذير مش عاوزين تبذير. شفت البذر بقى اهو، كل البذر اهو. دوت غلط على القولون بقى، ما لهوش اي 30 لازمه، نرميه بقى. اهو البذر ده بقى مش عاوزينه. عصير جوافه يعني في منتهى الجمال كده. العشق بتاعنا ده العشق، الجوافه باللبن.
قلنا نعمل العصير اللي قبل الاكل عشان ايه ما نخش على الاكل بقى ايه مش يبقى يلخمنا ولا ينزل الاكل ولا كده. وده لبن هحط عليه لبن، انا كنت غاليه اللبن. اه جوافه باللبن بقى. العيال غزل للعيال وللكبر برضو. اه يبقى عملنا عصير النهارده تمر بكركديه وجوافه والبلح بقى ايه اللي هي اساسي على الطبليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة رمضان تكون سعيد عليكم وعلى أمة محمد، وربنا ينصر فلسطين يا رب، يا رب ينصر فلسطين يا رب. والسلام عليكم.